ليالي الأبطال مستمرة، واليوم الثاني من مرحلة الدوري شهد لقاء باريس سان جيرمان حامل اللقب أمام أتلانتا الإيطالي، حيث تمكن الفريق الباريسي من ضرب مرمى أبناء بيرغامو برباعية نظيفة، وكان نجم هاللقاء النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا. أما بالنسبة لليفربول فقد أعاد فريق أتلتيكو مدريد إلى الواقع بعد ما هزموا بثلاث أهداف مقابل هدفين. بالبداية الليفر تقدم بهدفين دون مقابل، عاد الأتليتيكو ومن ثم فيرجيل فان دايك أطلق رصاصة الرحمة بالدقيقة 92 على كتيبة سيميوني المدرب اللي انطرد بنهاية المباراة. أما بالنسبة لباقي المباريات فبايرن ميونخ طبعا تمكن من الفوز على تشيلسي بثلاث أهداف مقابل هدف. الفريق اللندني أخطأوا مدافعينه وتعرض لنكسة على صعيد الدفاع مما أدى لخسارته بثلاث أهداف مقابل هدف. أما بالنسبة للإنتر فقد قادوا مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام للفوز على أياكس أمستردام بثنائية نظيفة.